أهلا بكم أعزائي المشاهدين التواصل الاجتماعي والفيسبوك. هنتعرف عن الأستاذ رجب محمد يا استاذ. أنا النهاردة عايزة أسألك عن التواصل الاجتماعي والفيسبوك داخل الأسرة المصرية. اتفضل اتكلم. والله يا استاذه حضرتك دلوقتي الزمن اتغير، ما بقاش غير زمان. ايام زمان كانت ايام جميله، كانت ايام حلوه. كان الواحد بيروح بيته يلاقي اهله، يلاقي اسرته، يلاقي امه، يلاقي ابوه. كنا نتلم كلنا على طبلية واحده. ده اما دلوقتي ما فيش الكلام ده، كل واحد عايش مع حاله. تقدر تقول إن الفيسبوك شغل الناس شوية؟ شغل الناس كتير. الوقت الشاب دلوقتي يعني ايه، يبقى صغير خالص، طول النهار ماسك التليفون، مفيش وراه غير التليفون. يتكلم في التليفون تيجي تند عليه ممكن ما يردش عليك. في حاجات كتير اتغيرت. والله نسبة الطلاق اللي زادت لان احنا بقينا في زمن استغفر الله العظيم حاجة يعني مش كويسة. المفروض نرجع لورا شوية، نتمسك بعاداتنا وتقاليدنا والناس البركة بتاعت زمان. انا كنت عايش مع ابويا وامي، كانت ام الله يرحمها مثلا ست طيبة. ابويا مثلا كان بيبقى في الغيط طول النهار، تيجي هي مفيش فيسبوك ولا في تواصل؟ لا، ما كانش فيه الكلام ده، وكان فيه بركة، وكان فيه كل حاجة حلوة، والناس بتحب بعضها. أنت عايز توصل رسالة إن الفيسبوك والتواصل الاجتماعي سبب رئيسي في نسبة التفكك الأسري والطلاق. هو التقدم حلو خالص وجميل خالص، بس نستعمله صح، ما نستخدموش غلط. شكرا. فاهماني يا استاذة؟